ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وفيديو جديد. ريال مدريد يعني يكتسح اسبانيول برباعية في ماتش بصراحة فيه كلام كتير قوي، ويعني ماتش جميل جدا. الريال ورانا فيه كرة حلوة قوي وسريعة قوي قوي قوي. بلينجهام يعني مهم جدا مهم جدا جدا، وغيابه فعلا كان مؤثر جدا جدا على ريال مدريد وعلى اداء ريال مدريد. مودريتش يعني كلام كتير عايزين نتكلم فيه عن ريال مدريد النهارده. بصراحه اللي عملوا ماتش كبير كبير كبير. فتعالوا نتكلم براحتنا ونفصص بقى ماتش ريال مدريد مع اسبانيول. بس قبل ما نخش على الحلقه يا ريت تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الحلقه على طول. طبعا يا جماعه الريال النهارده يعني يمكن احسن ماتش لعبه الريال في الموسم لحد دلوقتي، على الرغم برضو من ان الشوط الاولاني يعني يمكن على قد ما شفنا كور كتير واداء مميز جدا خاصة من اردا جولر. بصراحة الولد عمل الشوط الاولاني شوط عالمي، عمل اداء مميز جدا. يمكن شفنا طبعا التشكيلة النهاردة بدايتها كانت من غير فينيسيوس جونيور، اللي يعني حب زي ما قلنا كده وقلنا قبل كده اكتر من مرة، انشيلوتي بيحاول يجرب حاجات كتير عشان يوصل للفكر النهائي وللفكره اللي هو عايز يوصل لها الاخيره. فالنهارده بنشوفه بيجرب كده، قال لك اما اجرب اقعد فينيسيوس جونيور بره كده واشوف امبابي لوحده هيعمل ايه في الملعب، ولو لوحده إيه يعني الدنيا هتمشي ازاي. فشفناه بيقعد فينيسيوس جونيور بره على الدكه وبيبدا برودريجو ناحيه الشمال واردا جولر ناحيه اليمين، ومبابي طبعا في خط الهجوم تحتيهم بيلينجهام اللي زي ما قلنا في المقدمه. يعني مع احترامي طبعا لاردا جولر ودياز وكل اللعيبه طبعا المميزه واللي بتقدم اداء محترم جدا، ولكن فعلا بيلينجهام يا جماعه فارق. شفنا النهارده بيلينجهام عامل اسيست طبعا، او يعني يعتبر هو اللي جاب الجول الاولاني، واداء بقى مميز. وشوف مضيع كام كوره. تحركاته بصراحه في الملعب مميزه جدا. الراجل يعني بيفتح لنفسه مساحات يقدر ان هو يتحرك فيها براحته. جسديا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه بتقدر ان هي تتعامل مع كل المواقف اللي بيتعرض لها، سواء بقى ضرب مثلا، يعني عنف شويه من اللعيبه. شفنا ده من لعيبه اسبانيول في اكتر من كره، ولكن الراجل قادر ان هو يتعامل مع ده. فبيلينجهام بصراحه قدم ماتش كبير 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 وفارق جدا فعلا مع لعيبه ريال مدريد. وشفناه قد ايه بيقدر ان هو يعني يخلق الفرص كده وكابتن. بصراحه انا حاسس يعني انا اشوف ان هو يستحق اشاره الكابتن بصراحه. بيلينجهام في ريال مدريد بيقود الفرقه كده وبيقدر يحرك كل حاجه ويعني تحس ان هو محتضن اللعيبه. شفناه طبعا مع مبابي بيعمل ايه، وشفناه ازاي محتضن زي ما بقول لك الفرقه كده بصراحه. فبيلينجهام فعلا فارق جدا مع الفرقه وباين ده. اردا جولر زي ما بقول لك عمل الشوط الاولاني ماتش يعني في قمة بصراحة الأداء المميز من أردا جولر. شفنا الراجل بيتحرك تحركات ممتازة جدا. المهارة طبعا يعني عنده مهارة غير عادية، شفناه في أكتر من كرة بيسدد على المرمى. فحاجة بصراحة مميزة جدا جدا جدا. يمكن أنشيلوتي النهاردة ورانا وش جديد من أردا جولر بصراحة. الراجل كان لازم، يعني أنا كنت شايف إن هو يكمل بصراحة. يعني أنا لما كنت شايف إن هو يخرج رودريجو وينزل فينيسيوس جونيور، ولكن الراجل اختار إن هو يخرج اردا جولر ورودريجو هو اللي كمل. وشفنا بقى فينيسيوس اللي نزل بيقول انا ما ينفعش اقعد دكه، انا ما ينفعش اصلا تستغنوا عني، انا فعلا افضل لاعب في العالم دلوقتي. الراجل بصراحه نزل غير موازين المباراه خالص. يعني شفناه يعني عمل اسيست طبعا الجون بتاع رودريجو، وغير بصراحه شكل الفرقه. شفناه يمكن النهارده في تجانس كده، يمكن يعني بعض الشيء كده، ويمكن هنشوف بقى الفترة اللي جاية هيحصل فعلا تجانس كامل بين فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي، ولا هيكون الموضوع صعب. ولكن الاتنين بصراحة النهاردة قدموا مباراة كبيرة. وامبابي النهاردة يعني زي ما بقول لك كده، زي ما هو ضيع اكتر من كرة، ويمكن دي كانت عقبة بصراحة بين ريال مدريد النهاردة. ضيعوا كمية فرص يعني لا تعد ولا تحصى بصراحة. عملوا كمية فرص ضايعة مش ممكن. والحارس بصراحة بتاع اسبانيول تألق، شايله بتاع مثلا 5-6 جوان على اقل تقدير.
يعني على اقل تقدير الراجل ده شايل له 5 6 جوان غير الاربعه اللي دخلوا فيه. فيعني حاجه الصراحه النهارده ريال مدريد يمكن يعني ده عيب موجود في الفرقه، بيضيعوا الفينيشنج عندهم في مشكله، على الرغم من انت عندك مين بقى، مبابي وفينيسيوس ورودريجو واردا جولر وبلينجهام ودياز وكل الموجودين دول يعني على اعلى مستوى من التهديف المفروض، ولكن عندك مشكله في مين بيخلص. ما عندكش حد قدر ان هو يخلص. يمكن مبابي جايب 4 تجوان في الدوري لحد دلوقتي، ولكن منهم 3 اهداف من ضربات جزاء، ما شفناش غير جون واحد من كوره من لعبه يعني. فده شيء بصراحه سيء جدا لحد دلوقتي في ريال مدريد. طبعا زي ما بقول لك كده ريال مدريد كمان عنده مشكله تانية كبيره، وهي نص الملعب. يمكن شفنا مودريتش النهارده اللي بيأكد ان السن مجرد رقم. يعني بصراحه الراجل النهارده مايسترو في نص الملعب، الكرة بتخرج منه يعني مزيكا خارجة بصراحة. يعني الراجل ولا كأن ده عنده 40 سنة ولا اي حاجة، مفيش يعني فارق جدا. شفناه النهاردة يمكن كأنه هو اصغر واحد في الملعب. الراجل بيقدم كرة ممتازة، كل كرة خارجة من رجله عارفة هي رايحة فين، كل كرة بيلعبها بالمسطرة ماسك مسطرة بيلعب بيها. حاجة يعني بصراحة ممتازة جدا. يمكن طبعا مودريتش مش هيقدر يلعب يمكن النهارده طبعا لعب 90 دقيقة، بس هو مش هيقدر يلعب 90 دقيقة كل ماتش. فانت ما تقدرش تعتمد على مودريتش اعتماد كامل، وما تقدرش تبني عليه ان هو هيبقى موجود لانه صعب جدا. ولكن الراجل شفناه لمساته فارقة جدا مع الفرقة. فانت عايز حد يعمل الدور ده. انت عندك مشكلة في نص الملعب. طبعا فالفيردي بيقدم اداء مميز جدا، ولكن خليني اقول لك ان فالفيردي مش هو اللي هيبدأ لك هجمة، مش هو اللي هتقدر تبني عليه. فالفيردي ممكن يكون قاطع كرات ممتاز في نص الملعب، يعني يشيل لك اي هجمه مرتده، يشيل لك اي هجمه اصلا. الراجل بصراحه في الحته دي ممتاز جدا، ولكن على مستوى بناء الهجمه فهو ضعيف شويه او ضعيف يعني خلينا اقول كده. يمكن يقدر ان هو يعمل لك كوره او كورتين، انما ما يقدرش ان انت تعتمد عليه اعتماد كلي في ماتش كبير كمان، خاصه لان هو ما عندوش الملكه بتاعه بناء اللعب وبدايه الهجمه دي. النهارده ريال مدريد كان بيبني من تحت، شفنا ده. يمكن ميليتاو النهارده عمل ماتش كبير برضو، من اللعيبه المميزه جدا. كان اللعب دايما بيبدأ من عنده، بنشوفه بيحضر من ورا كده وبيخرج الكرة بشكل ممتاز جدا، فبيقدر ان هو تبني عليه. وطبعا يعني اسبانيول بصراحة ما كانش موجود النهارده، احنا ما شفناش اسبانيول حتى هم يعني اللي بدأوا التهديف من خطأ كده من كورتوا. فما تقدرش تقول يعني ان هم عملوا اي حاجة، بالعكس ريال مدريد كانت يعني قاسية جدا النهارده على اسبانيول. يمكن ما لمسوش الكورة اصلا او ما شفناش اي حاجة يعني نقدر نتكلم عنها عن اسبانيول، ولكن ريال مدريد هم اللي عملوا كل حاجة فعلا. الاعتماد على الاختراق من العمق عن طريق طبعا بلينجهام زي ما قلنا، بيقدر ان هو من العمق يخترق من الاطراف. عندك طبعا رودريجو واردا جولر الشوط الاولاني، فينيسيوس لما نزل. يعني فرقة متكاملة ريال مدريد بصراحة، عندها الحلول، بتقدر كمان ان هي تعمل حلول لنفسها. شفنا النهاردة الكلام ده موجود، ولكن دايما هنرجع تاني لنص الملعب اللي فيه مشكلة. يمكن لما يرجع كامافينجا كده يظبط الدنيا شوية، عنده الملكة بتاعت ان هو يبني الهجمة شوية عن فالفيردي. فده يعني محتاجه ريال مدريد الفترة اللي جاية. اندريك 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 يعني ده مش ما ينفعش يكون عنده 17 سنة. مش عارف ايه مدة 17 سنة دي يا جماعة بصراحة، يعني حاجة صعبة جدا. سواء لامين يامال في برشلونة وادي اندريك عندك في ريال مدريد. الناس دي بتثبت برضو ان العمر مجرد رقم يعني. وده لعيب عنده 25 27 سنة مستريح بيلعب. بنشوف القوة البدنية، يمكن في ضربة الجزاء اللي هي مش ضربة جزاء خالص، بس يعني انا مش عارف الحكم حسبها ضربة جزاء ازاي. لا، واللي فارسني اكتر ان هو رجع للفار وحسبها برضو، انا مش عارف ازاي يعني. كل الدنيا شايفه ان الراجل وقع من بره ورمى نفسه جوه، يعني هو يعني رجليه بره، نص جسمه بره ال 18 وهو رمى نص جسمه التاني كده. ولكن يمكن الحكم حسبها عشان حلاوتها بصراحة. الراجل من كرة يعني ميتة، كرة ملهاش اي لازمة، قدر ان هو يجيبها من على خط التماس، مرقص المدافع وعدى. المدافع قال لك انت رايح فين يا عم، تعالى هنا. شده من عند يعني قبل كرر بحته بسيطه كده، لحد ما الراجل قعد يمشي بيه لحد ما دخله ال 18 وخد ضربه الجزاء اللي هو عايزها. فيعني ده مش ممكن يكون عنده 17 سنه يعني. حاجه بصراحه ممتازه جدا. ريال مدريد النهارده ورونا كوره حلوه قوي، الخروج بالكوره
السريع. يمكن النهارده كان في سرعه غير عاديه من لعيبه ريال مدريد، بيوصلوا للجون بسرعه جدا، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه مميزه جدا جدا جدا. جارسيا النهارده عمل ماتش ممتاز جدا، واللاعب ده برده لاعب صغير، على الرغم طبعا ان هو باين جدا قد ايه هو خايف ان هو يمسك الكرة لفتره طويله، عايز يخلص دايما منها، سواء بقى بانه يدي باص بسرعه او الكرة معايا انا مش عارف اعمل ايه فبشوط على المرمى على طول. ولكن عمل ماتش مميز جدا، على عكس بقى كارفاخال الناحيه التانية اللي كان اداؤه سيء النهارده، يعني ويعني كان سبب طبعا في الهدف او من اسباب الهدف اللي جه في الريال، وما عملش الاداء اللي المطلوب منه، او مش ده الاداء اللي احنا عارفينه عن كارفاخال. النهارده ما كانش مميز او ما كانش يعني متواجد بالشكل المطلوب مع ريال مدريد، ولكن يمكن عوض كده الريتم السريع جدا اللي لعب بيه ريال مدريد، واللي مش متناسق خالص برضو مع كارفاخال. يمكن لما نزل لوكاس فاسكيز كان فارق شويه، الراجل عنده لسه برضو صغير، قادر ان هو يجري ويعني يتعامل مع الريتم السريع ده. فحاجه بصراحه يعني ريال مدريد النهارده زي ما بقول لك يمكن ده افضل ماتش لعبوه في الموسم لحد دلوقتي. عملوا ماتش قوي جدا، وقالوا لنا ان يعني احنا موجودين واحنا ريال مدريد، فمش عايزين هزار يعني. وانشيلوتي طبعا يعني الراجل معلم بصراحة، عمل تبديلاته في الوقت المناسب، على عكس مثلا تنهاج مع يونايتد النهاردة اللي عمل التبديلات كلها يعني خرب الدنيا خالص. فده بقى المدرب، هو ده بقى شغل المدرب، اللي عارف فرقته، اللي عارف امكانيات اللعيبه اللي عنده، اللي عارف امتى ينزل مين ويطلع مين. كلنا يمكن انا اول ما طلع اردا جولر قلت ليه اردا جولر عامل اداء مميز قوي الشوط الاولاني وبتاع. الراجل عارف، هو خرج اردا جولر وودى رودريجو جاب جون، فينيسيوس اللي نزل مكانه جاب جون وعمل اسيست. فيعني طبعا يعني مش هنتكلم ان فينيسيوس نزل مكانه، دي حاجه طبيعيه انه ينزل يجيب جون ويعمل اسيست، ولكن الراجل برضه دماغه شغاله، عارف هو هيعمل ايه وامتى وازاي. فده كله طبعا يحترم، وكل ده يعني حاجه خبرات بتكتسب وفرق بين مدرب ومدرب، وفرق بين تفكير وتفكير، وفرق بين واحد دماغه شغاله وعارف هو عايز ايه، وواحد يعني على الله حكايته. فبصراحه ريال مدريد النهارده قدموا لنا ماتش كبير يحترم، ويعني بنشكر ريال مدريد على الماتش الجميل ده. ماتش كان مميز واداء مميز من كل اللعيبه بصراحه في ريال مدريد النهارده، بنشكرهم. وبشكركم انتوا كمان على المتابعه لحد دلوقتي. ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك وسبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا وسلام.